اخبارك ايه؟ وحشني. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك بالتوفيق. ربنا يخليك. كله تمام؟ والله كله تمام بقى، انت حسب ما تدوس لي على اي حته ادخل فيها اندفع، فكله تمام معاك. انت عارف انت راجل محترم وراجل زي الفل يعني. لا والله يعني انا شايف المقدمه وشايفك امبارح وحاجه زي الفل، وراجل متعود على الاحترام حتى لو في اختلاف، متعود على تقدير الامور حتى لو في حاجه. لكن انت قلت حتى في بعض الصحفيين معترضين على التكريم. الحاجه الوحيده اللي عايزك توضحها يا سيف، هل احنا طلبنا تكريم؟ لا، احنا اللي طلبناه. حضرتك مش كلكم، في مجموعه محترمه طلبت قالت لازم يا جماعه نكرم، باستثناء الكابتن حماده المصري والاخ خالد لطيف. لان الاخ خالد لطيف مستلمنا دلوقتي عنده برنامج فيقول لك تكريم على ايه ومش تكريم على ايه. يا سيدي احنا ما طلبناش تكريم، احنا ما طلبناش. اللي طلب احترم راي زملائك جوه المجلس. احنا اللي طلبنا بصفه شخصيه يا كابتن زياد. وبعدين ما ينفعش تتقال بتهكم. اللي هو مش عارفه او هو عارفه، هو كان عنده برنامج في 2010 وكابتن شوقي دخل لك، وببارك له بالمناسبه وبتمنى له التوفيق على الهواء. قول له بعد ما رجعتوا الجزائر انتوا كرمتوا فين؟ كرمتوا في رئاسه الجمهوريه. مظبوط. ودي حاجه انا هبقى سعيد بيها، لانه المنتخب عمل حاجات، خرج في تصفيات كاس العالم بس رئيس الجمهوريه بكل الاستاف كرموهم وادوهم 6 مليون جنيه كمان. مفيش ذكر فيك يا بلد. لا بقى خالد لطيف ولا غيره ولا عنده برنامج تقدر فاهم كان يطلع ينقد السيد الرئيس محمد حسني، اللي هي خطوه انا احترمها جدا. لكن دول كرموا وخدوا كمان مكافآت، لانه الراجل شايف كده خلاص هو ولي الامر. لكن في حد طلع اعترض وهو طالع من جوه المجلس، مجموعه زمايله في المجلس بيقولوا واحنا ما طلبناش تكريم. احنا قلنا متشكرين على الفتره اللي قضيناها، والراجل قال خلاص. وحتى الراجل لما طلع شكر في اتحاد الكره كله واحد رغم الصعوبات اللي شفناها كلها من اول يوم. احنا اشتغلنا مع 5 اتحادات كوره، يعني الراجل شكر في الناس كلها. ما يصحش بقى كل شويه. بس انا هقول لحضرتك ما يصحش كل شويه سيف تكريم ايه ويقعد يتهكم واصل ايه. لا والله. طب انا عايز ابقى ساكت. انا نفسي عايز ابقى ساكت، لان انا عندي حاجات. انا ساكت لان بحترم الراجل وبحترم المجموعه اللي قالت نكرمهم، لانه فعلا خلاص المرحله وانتهت سواء بحلوها وبمرها. انا ساكت، ما مش عايز اقعد اتكلم وافتح في حاجات ملهاش اي لازمه دلوقتي. انا مش عايز حضرتك تفتح، بالعكس انا عايز خالص انا مش عايز. لكن كل شويه اشوف اصل مش عارف يا سيدي يا جماعه خلاص عيب. معلش يا ما تخلوش عيب عندنا دي. معلش يا حبيبي، ده انت عندك كل احترام يا سيدي. ربنا يخليك يعني انت ومجموعه. يعني انا عايز كمان اشكر الكابتن حسن فريد، لانه في الفتره القليله اللي جه كان الراجل واقف، وكان الراجل بيحاول يعمل اي حاجه وكتير. واحد يعني مش عايز اقول انه ليه انتوا عاملين نشاط؟ انتوا ليه يعني فاهمين حد هيحاسبكم ان احنا مش عايزين تكريم؟ والله 3 لا الراجل ولا احنا عايزين تكريم يا سيدي، لكن بنحترمكم انتوا المجموعه اللي قالت نكرمهم خلاص يا سيدي. طب انا هقول لحضرتك حاجه بس، رساله او شهاده حق. والله امبارح اجتماع مجلس الاداره قبل ما يبدا وقبل حتى ما ياخدوا اي قرار وقبل ما ياخدوا اي حاجه، كان الحقيقه الناس كلها موجوده والكابتن هاني ابو ريده كان موجود. وكان اول حاجه اتناقشت والناس قعدوا فيها نص ساعه هو يعني انهاء الامور المتعلقه بالجهاز الفني السابق بالكامل وتوجيه الشكر وتكريمه. حضرتك ومستر برادلي والكابتن زكي عبد الفتاح. انا بقول لحضرتك يعني ايه عشان ما يبقاش فيه اي اعلام. انا يعني بتحول فجاه الى مسؤول. انا بكلمك على حاجه بشوفها بعيني يا سيف. والله انا بحترمكم جدا وبشكركم وما قلتش اي حاجه، رغم ان انا عارف ان الحاجات كلها وقفت تاني النهارده. لكن بشكركم على النية الجميله الحلوه دي. لو خالد حضرتك في اي حاجه انا بعتذر بالنيابه عنه على الهواء. لا تعتذر ليه بالنيابه عنه؟ انا قادر ان انا اوقف الناس واقول لها انت عملت ايه وما عملتش ايه وعندي ايه وما عندكش ايه. لكن انت تعتذر، انت راجل محترم وبتحب تشوف وتقدر الامور. لكن انا بتضايق ان كل شويه يطلع يتريق تكريم على ايه هو مش عارف ايه. لكن في حد من الاعلام ولا من الصحافه كان يقدر يتكلم على تكريم السيد الرئيس محمد حسني مبارك للمنتخب واعطائه مكافآت؟ يستحقوا التكريم لانهم فرحوا البلد. لكن ما فيش ذكر كان يقدر يتكلم. وانتوا فرحتوا البلد يا كابتن ضياء برضو كتير. يعني مش ماتش هو اللي هينهي القصه يعني عشان لا طبعا احنا بنشكركم والحمد لله انه التصنيف النهارده برضو دي حاجه كويسه، عشان كابتن شوقي لما يشتغل بارضيه كويسه، سايبين له في مجموعه
يعني فرقه كامله من سن صغير من 22 21 سنه، مجموعه هايله، حاجه زي الفل. كل واحد لعب له مش اقل من 20 ماتش دولي دلوقتي، هيساعدوه على فكره. ان شاء الله ربنا يوفق اللي جاي، وان شاء الله تكون الامور والخناقه دي كلها اللي عملت الخناقه اللي على العفش. انا شايفك كنت بتتكلم على لجنه البث ولجنه الانديه، الناس عماله تتخانق على العفش ومفيش عروسه. احنا عايزين الدوري الاول نشوف. احنا عمالين يتخانقوا ويضربوا ويعملوا مؤامرات على النادي الاهلي ويعملوا مؤامرات. طب يا جماعه اتخانقوا عشان الدوري يرجع بس، لانه هو ده اللي اساس لكل الحاجات دي كلها. ده اهم. ده اللي انا بقوله والله، ده اللي انا بقوله. على المستوى الشخصي سمعت كده بعض الاشاعات وبعض القرارات ان حضرتك في عروض في السكه، وان حضرتك قررت ان انت تبقى الرجل الاول. الكلام ده بقى مظبوط ولا لا؟ والله يا سيف بص، احنا في ظروف البلد طبعا موضوع الشغل ما حدش عارف، لا اي نادي عارف هيتلعب الدوري ولا مش عارف. يعني حتى لجنه الانديه، لان انتوا دلوقتي الاتحاد مالكوش دعوه بالدوري، لجنه الانديه هي اللي بتحدد الابعاد، ودي حاجه كويسه ان انتوا خلصتوا منها عشان ما فيش حد يمسك في رقبتكم ويقول لكم فين الدوري وفين الدوري. الموضوع ده انا سايبه لانه انا مدرب محترف، والموضوع مطروح بالنسبه لي انه لما تيجي عروض هشوفها. لكن يعني هي يمكن في حاجه واحده بس بره مصر لسه ما تمتش بشكل كبير، لكن ماشيه فيها خطوات كويسه ان شاء الله. لكن بالنسبه لداخل مصر ما فيش اي حاجه خالص، ما حدش عرض عليا اي حاجه. وده الكلام اللي انا يعني ما احبش اقول ان انا بعد ما خلصت مرحله انا مريح. لا، انا مش مريح، انا مستني اي عرض يجي لي هناقشه. الكلام ده هو اللي موجود حاليا. في حاجه بره بنسبه 60-70%. لحد دلوقتي لسه البلوره ان شاء الله هتبان خلال اسبوعين او 3 اسابيع. هو ده اللي موجود بالظبط. كابتن ضياء، يعني بتمنى لحضرتك كل التوفيق الحقيقه. انا بشكرك يعني وبتمنى التوفيق وعشان خاطري قبل ما تقفل، لو في اي حاجه كابتن حماده المصري او خالد لطيف هم حبايبنا وانا بعتذر انا سيدي، انا بحترم كل الناس، بس وصافيه لبن عشان خاطري. مش انا ما عنديش اي مشكله، لكن انا ببقى متضايق لما حد يطلع يتريق. هو تكريم على ايه؟ هو ده تقدير مش كويس، ده تقدير مش كويس. اكيد خالد والله في سوء تفاهم. خالد طيب جدا، واكيد في سوء تفاهم جدا. طيب جدا. طب ليه يا خالد؟ طب ليه؟ معلش ما هو طيب جدا. طب ليه نتريق على بعض؟ انا هجيبه دلوقتي على التليفون. احنا ما فيش من ناحيتنا ان احنا طلبنا التكريم يا سيف، وهو عمره ما وقف والله او اتكلم على حضرتك غير كل خير، حق ربنا يعني. انت عارفني، انا عمري ما بتكلم واحترم الناس كلها لحد ما احس الناس ما بتحترمنيش. لا كله بيحترم حضرتك. ادافع عن نفسي واتكلم وارد بس. لا ازاي؟ لكن انا كل الناس على دماغي. ومره ثانيه بالتوفيق لاتحاد الكوره، بالتوفيق في اختياراتهم، التوفيق للكابتن شوقي، ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، وبالتوفيق لمصر، وبالتوفيق لحضرتك كابتن ضياء.